ولا ليال ومدين المسلمين تاي وحي مريان محن فربضا دباتوين فربضا باهيستا مقالوين يوضم فربضا ومسلمين تكميدا أيا دبات هيستا رسولك الله وحوري إنما المؤمنون إخوة تاتك مؤمنين تاهي وولالو سوريا دوكتهم وحكا دعايا وشنصر ندكودو لبابيي لبركعيي وحويان oo iyadoo caalamkii oo dhan uu daawanayo Yemen baad ogtiin waxa ka dhacaya Iraq baad ogtiin waxa ka dhacaya dadka muslimiintu waa jasad waahida siyaasad ma kala qaybiso qabyaalad ma kala qaybiso lawn iyo midab ma kala qaybiyo mu'miniintu waa walaalo way isu damqadaan way isu gargaaraan way isu duceeyaan haddaad wax kala awoodi weydo ducada mid baa kugu qabsanaysa inaad muslimiinta u ducayso in ilaahay fitanka ka kor qaado gaala isu bahaysatay qaar iyaga hubka isugu dhiibaan iyo qaar ay dhulkoodaba qabsadaan ba walaalayaal dadka leeyahay ahlus sunna wal jamaa oo waxa way inagu aynu nahay ilaahayna inaga yeelay dad sunnada nabi Muhammad ku taagan sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xaqana ku kulmay waxa way dadka noocaasa ee sifada leh weerar badan baa ku socda in la gaalaysiiya ku socota in shiica laga dhigo sunnada laga saara ku socota in inxiraaf lagu rido oo waxa weeye gaala loo soo adeegsado ayaa ku jira waxaad arkayseen maalin dhaweyd in ruushku ururiyay oo isugu keenay wadanka shiishaan dad lagu magacaabay inay culimo yihiin wallahi laysu bi ulama oo la yiri waxa weeye waxa la qeexayaa dadka saxsan ee ahlu sunnaha dadna dadkii wanaagsanaa ahlu sunnaha dhabtaha ahlu sunnanimadii laga saaray dadaan ahayna lagu soo ururiyay waa fikrada gaala wataan sidaan ahlu sunna lagu ma noqdo ahlu sunnanimaduna wax ruushku bixiyo ama cid kale ay bixiso maaha waa in tariiqa saxa lagu taagnaado كتابك ربي السنة نبي لقاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤتمر كالكا كصوبحينا ومؤتمر أنه إنكرينه هدانو علماء النهي مسلمين تنممتلو وحوية ومنكر يددي صوبها يستي إن يوم مدى وحوي كركارك وإداريان ثم صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه بقول ربنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك وخليلك محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الآل وصحب الكرام وعنا بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء الدين واحمي حوزة الدين ودمر اليهود ومن شايعهم وسائر الطغاة الملحدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وعلمائنا وأيدهم بالحق وأيد الحق بهم واجعلهم هداة مهديين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الموحدين اللهم وفق أمة محمد على الحق اللهم ردهم إلى دينهم ردا جميلا اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينكر فيه عن المنكر إنك على كل شيء قدير اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان الذين يجاهدون لإعلاء كلمتك وإعزاز دينك اللهم أيدهم وانصرهم نصرا مؤزرا وكن معهم ولا تكن عليهم واجعل الدائرة على أعدائهم يا قوي يا عزيز اللهم تقبل من الحجاج حجهم اللهم وفقهم على حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور ويسر لهم جميع الأمور وردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.